اي عرقله، مفيش اي حاجه. هنا بعد كده هنروح لمباراه الزمالك، واول حاله سهله جدا، المساعد واقف بشكل صحيح، التسلل مش موجود، ورغم ذلك الحكم يشير على تسلل. طبعا هنا يعني قرار غير صحيح على باولو، التسلل مش موجود والقرار خاطئ. الحالة الثانية وهي هنا حالة انذار مستحق على ابراهيم صلاح. المهم ابراهيم صلاح برضو بيعترض، ورغم ان الفاول موجود يعني الانذار موجود طبعا بشكل كبير. نيجي للحالة اللي بعد كده، وهي يعني باسم مرسي لاعب كبير وفي فاول واحتسبه الحكم، ايا كان الفاول، لكن الاعتراض هو ده الشيء الوحيد اللي انا باخده على حكم المباراه. مباراه صعبه وكانت صعبه عليه جدا للضغوط، لكن كان لابد ان يتاخد معاه قرار. اللعبه دي انا هقف عندها شويه عشان اللعبه دي مركبه. هتبص تلاقي اللاعب، انا هقف هنا، لاعب نادي الزمالك ارتكب مخالفتين يا كابتن ميدو في ان واحد، هاندبول وفاول، ايد بتعمل فاول وايد بتعمل هاندبول. برافو يا كابتن. لو الكره بقى دي مش من جوه منطقه الجزاء، هنا طبقا للقانون على الحكم انه يعاقب بالعقوبه الاشد، وهي ركله الجزاء وليست ركله حره مباشره نتيجه الفاول. هنا اللاعب بيرتكب مخالفتين في ان واحد طبقا للقانون، ان الحكم يعاقب بالعقوبه الاشد. اي هنا الاشد على نادي الزمالك ايه؟ انه يحسب فاول خارج منطقه الجزاء ولا ركله جزاء من جوه؟ يبقى لازم يحسب ركله الجزاء، لكن طبعا هي من بره وقرار الحكم قرار صحيح. والانذار مستحق، لان اللاعب كان لو ما ارتكبش المخالفه دي كان عنده بروميسنج اتاك، عنده هجمه واحده كان يقدر يعمل حاجه. نيجي بعد كده للعبه اللي هي هدف المباراه اللي انتوا تجادلتوا فيه، وهو تسلل واضح مفيش فيه كلام. انا عملت بوز دلوقتي في الشكل ده قبل اللعب، وادي الخط وادي التسلل موجود، اللاعب اللي جاب الجول متسلل واللاعب اللي بعد منه متسلل، ولكن هذه هي كرة القدم زي ما بيقولوا. الخطأ موجود وده التحكيم. سهلة اللاينز مان قوي يا خبز. طبعا هي سهلة جدا، بس دخول الونش لخبط اللاين مان، راح مدي الادفانتج للفيرود. هو بص يا كابتن، انت فاهم يا ميدو؟ دخول الونش عمل لخبطه، انت فاهم يا ابو العلا؟ بص يا كابتن، عمل لخبطه في اللاين مان. الصعوبة مش هنا يا كابتن ميدو، الصعوبة هتشوفوها دلوقتي، لكن هي تسلل من الاول. بص يا كابتن صعوبتها فين؟ هتشوفوها دلوقتي. نفس الخطأ بتاع المساعد في اول مباراة اهو. الصعوبة بتاعتها في ان المساعد واقف مش رابط لحظة لعب الكرة دي اللحظة دي بيحط فيه رجله في الكرة، هي دي اللحظة بتاعت التسلل، هي دي لحظة التسلل. فطبعا هنا التسلل موجود. تمام. والحكم المساعد كان قراره غير صحيح. اشكرك يا عالمي، شكرا انا بشكركم يا كباتن، الف شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. خليني اوري حضراتكم اعلنا عن انه كلاسيكو الارض هيكون